حمزان غنى باللغة العربية الفصحى، وهو ما لم يستسيغه بعض الجمهور، خاصة جمهور كاظم الساهر. شوفي، لانه هو ابو وسام، لانه هو كاظم الساهر. يمكن جمهوره ما كثير يعني بيستوعب انه حدا تاني يغني فصحى، يعني تحديدا اذا بدك. بتفهمهم انا، وانا من جمهور كاظم الساهر، يعني انا برضه ما بتفهم حدا يغني فصحى. العدل يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي. كانت أغنية العدل يا حبيبتي المهداة من كاظم الساهر لملحم حمزان قد أثارت هجوم عليه على السوشيال ميديا، ومن مؤلف الأغنية الشاعر أسعد الغريري. الشاعر أسعد الغريري هو اللي خلق بلبلة. ما بعرف ليش، شو يعني، هو من الأساس مش حابب يعطيني أغنية العدل يا حبيبتي، عم بحكي ككلام. يعني من أول لحظة بينت الأمور إنه هو مش حابب إنه أنا أغني أغنيته العدل. هو كان متمني، يعني متأمل إنه يغنيها أبو وسام، تمام، من ضمن ألبومه، من ضمن كذا، كان ناطر إنه أبو وسام يغنيها. هلا توزيعيا هو مش خبير توزيع، هو ما في يحكي على التوزيع، وانا اللي قررت هيك التوزيع يكون انا وميشيل، لانه وزعناها نحن بطريقه المقسوم. اي فنان بالدنيا بحب يكون هو، يعني بحب يكون شخصيته هو. لقينا انه اذا رحنا على التوزيع المقسوم البطيء القاعد رح تكون كثير، يعني كثير، حتى انا غنيتها بصوتي، يعني كثير راحت على ستايل كاظم الساهر. إلي الشرف كون بشبه كاظم الساهر، وإلي الشرف اتشبه فيه بمشواره كله.